هو ده الشخص اللي انا ممكن اكمل معاه؟ تعالوا نشوف. شوفوا بقى يا حبايب هارتي، النهارده انا حابه اتكلم معاكم في كام بوينت صغننه قوي. اعرف منين هو ده الشخص المناسب اللي اقدر اكمل معاه ولا لا، سواء راجل او بنت؟ اول حاجه، الراجل لما بتيجي تختاريه بتختاريه سوي نفسيا، يعني ما يكونش عنده عقد قديمه جاي يطلعها فيكي، سواء بقى ان هو يشتمك يهينك يهزاك ايا كان، ما يطلعش عقده فيكي، لان انتوا لو ما بنتوش علاقتكم على احترام طول عمره مش هيحترمك وهيهينك وهيهزقك. حتى لو هو شخص ابن 60 في 70، لو انتي فرضتي عليه احترامك هيتغير وهيبقى محترم لاجل ما عايز يكمل معاكي لانك محترمه. فافرضي عليه احترامك، واللي مش عاجبه خلاص مع السلامه حضرتك، شوف لك واحده مش محترمه تكمل معاها هي تقبل بالاسلوب ده. تاني نقطه، اختاري الراجل اللي وقت الخناق يحتويكي. وقت الخناق والعصبيه مش كل مره انت اللي تعتذري ومش كل مره انت اللي تبرري، لا، لازم العلاقه تكون متساويه، لازم يكون عنده اقتناع ان الاعتذار ده مش عيب، وان الاسف مش عيب ولا هيقلل من رجولته. لازم يعتذرلك ويعرفك ان هو غلط عشان كذا كذا ويحاول يبرر موقفه. مش مشكله التبرير ده في وقت العتاب او المحبه بمعنى اصح، عادي، ما بيضرش ولا بيهز من كرامتك ولا رجولتك، فاعاتبها واتكلم معاها. تالت نقطه هو انه يكون حنين عليكي زي اهلك بالظبط، زي والدك زي امك، حنين عليكي ولا كانك بنته الصغننه اللي قد كده اهو. فانت دلوقتي لو ده مش حنين عليكي مين هيبقى حنين عليكي؟ لو ده مش حاسس بيكي مين هيحس بيكي؟ لو الراجل اللي معاكي مش فاهمك مين هيفهمك؟ فده لازم تلاقيه في الشخص اللي هيكمل معاكي. لو مش موجود انتوا ليه قبلكاش؟ كذلك الراجل، ازاي تعرف ان البنت دي هتكمل معاك؟ البنت اللي مش كل حاجة بتعارضك فيها، بس ما تحاولش تلغي شخصيتها، يعني خليها لو عندها طموح خليها تحققها، طالما الطموح دي في الصح خليها توصل لها، بلاش تلغيها، لان البنت مننا ما بتحبش الشخص اللي معاه يكون بيلغيها. تختار البنت السوية نفسية، البنت العاقلة الراكزة الراسية الهادية، اللي مش بتتكلم مع اي حد، اللي مش اي حد صعب ان هو يوصل لها. تتكلم مع البنت اللي مش سهلة، البنت اللي مش سهلة هي دي اللي هتكمل معاك. البنت اللي تلففك حوالين نفسك هي دي اللي انت المفروض تفضل معاها وتروح تخبط باب بيتها. لكن اي بنت بتتسلى كده معاك وتفضل تضحك وتهزر، دي حضرتك يومين بالكتير وهتقلبك، وهي اللي هتخزوقك في الاخر. فعشان تبقى فاهم اعرف انت بتختار ايه، وادخل البيت من بابه، واختار واحدة بنت ناس وبنت اصول تقدر ان انت تكمل معاها، وتبقى سايب واحدة في البيت عارفة تصونك وتصون كرامتك وتصون بيتك. ولو حبيتوا الفيديوهات دي استنوا بارت 2 من الفيديوهات اللي زي النصايح والحاجات الجميلة دي. باي.